السلام عليكم ورحمة الله. اليوم جبت لكم واحد المعلومة قانونية مهمة بزاف من فصول القانون المغربي، وكتهم أي واحد فينا ممكن يتعرض للضرر من محل مزعج أو مضر بالصحة. بزاف ديال الناس كيسولوا إلا جا واحد فتح كراج ديال الميكانيك وسط الحومة، ولا شي واحد دار حانوت ديال الدجاج ولات كتخرج ريحة كريهة، ولا نجار كيدير الضجيج ويقلق الجيران، واش عندنا الحق نوقفوه ولا لا؟ الفصل 91 من ظاهر الالتزامات والعقود كيقول أي محل كيسبب ضرر بالصحة أو كيقلق راحة الناس أو كيسبب تلوث البيئة، يمكن الجيران يرفعوا دعوى رفع الضرر. وحتى إلا كان هذا المحل عنده ترخيص من السلطات، الرخصة ما كتعنيش أنه حر يضر الجيران. الخطوات اللي خصنا نديرو: أولا نمشيو عند السلطة المحلية، إلا كنا في البادية نمشيو عند القايد، إلا كنا في المدينة نمشيو عند الباشا ولا العمالة، إلا ما كانش حل إداري فالحل هو المحكمة. المحكمة عندها الحق توقف النشاط أو تأمر بالإصلاح أو حتى الإزالة. الخلاصة: أي واحد عنده جار دار محل مضر بالصحة ولا كيزعج الراحة عنده الحق يطلب رفع الضرر قانونيا.